مش عارفة ليه بدأت أحب الكوسة السوتيه أو الخضار السوتيه عموما مع البانيه المقلي مع الرز الأبيض. بحس إن هو خفيف، وما بيتعبش في الأكل كده وظريف. صحيح هو بانيه مقلي بس بيبقى برضو مش شارب زيت قوي، وخفيف مع الرز الأبيض ومع الكوسة. أنا النهاردة عاملة كوسة سوتيه لوحدها مش خضار على بعضه، بس والله بجد تحفة تحفة تحفة، جربوها كده. طبعا الرز الابيض معروف انتوا بتطبخوه ازاي، والبانيه معروف انه بيتقال ازاي، بس الكوسه فعلا كانت مفاجاه بالنسبه لي النهارده، لان انا ما سلقتهاش ولا اي حاجه. لا، انا لما بعملها كده بشوحها في معلقه زيت واحده، بفرم عليها فصين توم، وبفرم شويه كزبره كده صغيرين، وشويه زعتر، على فلفل اسود، على شويه بهارات، وشويه ملح صغيرين بس، وبقى على نار هاديه قوي بتشوحيهم كده لحد ما بتحس ان هما بياخدوا نص تسوية او اقل شوية، بيقرمشوا وطعمهم رائع. وعلى فكرة انا جاية اقول للناس اللي ما بتحبش الكوسة، جربوا الكوسة بالطريقة دي هتعجبكم جدا. هتاكلوها بدل طبق السلطة، ومغذية ولذيذة وجوسي كده من جوه، ومقرمشة من بره، حلوة جدا جدا جدا. طريقة الطبق النهاردة عجبتني جدا، فأنا حبيت أوريها لكم. أشكركم جدا. مطبخ سوسو بيقول لكم يا ريت لايك وشير وكومنت، لايك وشير واشتراك في القناة من فضلكم. وان شاء الله هعمل لكم فيديو جميل قوي قوي قوي، فيديوهات جميلة بعد كده لكل الاكلات. اشكركم جدا والى اللقاء، وباي باي.